السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، وحشتوني. كل سنة وأنتم طيبين. الدنيا حر الأيام دي قوي. الواحد في بيتزا، في فرن بيتزا، يعني مع قطع الكهرباء وكده الدنيا صعبة جدا يعني. كوبا أمريكا. كوبا أمريكا بتتلعب في أمريكا، في يعني نسختها الحالية بتتلعب في أمريكا. طبعا توقيتات الماتشات صعبة جدا. أول ماتش بيبتدي الساعة 1 بتوقيت القاهرة، الماتش التاني بيبقى الساعة 4 الصبح، يعني 1 الصبح و4 الصبح. يعني عشان نتابع الماتشات صعب جدا. بس طبعا كوبا أمريكا من البطولات القوية، وفيها الأرجنتين السنة دي، المكسيك، البرازيل، أوروجواي، أمريكا، بوليفيا، إكوادور. فنتوقع إن ميسي ورفاقه والبرازيل ممكن يوصلوا النهائي. الماتشات لسه بادية هادية، اللي بنحاول نشوفه من لقطات عشان صعب نقعد للساعة 1 والساعة 4 نتابع الماتشات، غير انها مش مذاعة على القنوات اللي بنعرفها، ولازم تشوفها على الابليكيشن. والابليكيشن قنوات معينة زي فوكس سبورتس الامريكاني، واي اس بي ان، وتيليموندو الاسباني وكده، فصعب نتابعها. بس الماتشات لسه هادية. وميسي فاز في اول ماتش ضد كندا 2-0 الارجنتين، وامريكا والمكسيك والاوروجواي فازوا في اول ماتشاتهم. لسه الماتشات على الهادي، انما هتسخن في الادوار اللي بعد كده، والبرازيل هتلعب كمان كام ساعة. فيعني اتوقع البرازيل والارجنتين يبقوا في النهائي. بطولة هتبقى جميلة ان شاء الله، نتابعها ونحلل معاكم بعض الماتشات، ويا رب نشوف كرة حلوة نستمتع مع بعض فيها. طبعا كوبا امريكا ويورو 2024، بعد ما بنشوف الماتشات دي بنحس ان احنا ما عندناش كورة. اللي هو دوري الملوخية، دوري النيل بتاعنا، دوري الفسكونيا. فرق شاسع بين المستويات والتصوير والاخراج والفار اللي يعني بيتعامل بيه صح الناس وبيستخدموه صح، والتحكيم وكده. فنشوف كوبا امريكا هيحصل فيها ايه. كوبا امريكا مع ميسي ورفاقه، والبرازيل هنشوف هتعمل ايه كمان كام ساعة. أعزائي المشاهدين، نتابع مع بعض إن شاء الله، نحلل لكم بعض الماتشات، ولو في مفاجآت في الماتشات برضو هنتابعها مع بعض. شكرا لحسن المتابعة، وكل سنة وانتم طيبين. ميرسي.